سامحوني حبايبي، التليفون فصل مني عشان وانا شغاله كان سخن وكده اهوت، وسامحوني. طبعا انا هنزل معاكم طبعا في الملوخيه بالشوربه زي ما انتم شفتوا. انا عملت التومه، قليت التومه ونزلت عليها بالشوربه وربع معلقه صلصه فيها، اللي هي تخديع بصله بطماطم يعني، وخليت الطماطم مع الشوربه غليتها. وهنزل بقى بالملوخيه فيها ان شاء الله، وهننزل بقى في الملوخيه فيها، نخلي الشكل الجميل دوت ايه شويه كده ونشوف الملوخيه. بس ادي هنا لسان العصفور، وهنا البطاطس اللي انا كنت عاملاها اهي، وده الرز اهوت، ودي الملوخيه طبعا نزلنا بيها في الشوربه طبعا ونقلب فيها ونشوفها، وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. بس وطبعا انا كنت زي ما انتوا شفتوا كنت جايبه 5 فرخات وقطعتهم، غسلتهم الاول حلو قوي وقطعتهم ال5 فرخات، الفرخه على 4 حتت، واللهم صل على النبي. وغسلتهم طبعا حلو تاني وبالميه والملح، نقعتهم فيها 10 دقايق بالميه والملح، وحطيت في الميه بتاعتها طبعا ورق الرورة والحبهان وشويه فلفل وبصلايه وطماطمايه وكده. وادي الملوخيه معاكم اهي. بس بصوا دي بتبقى جميله بالطريقه دي، اللي انتوا تعملوا التومه والتومه تصفر تنزلوا عليها بالشوربه، وبعدين تروح حاطين الملوخيه عليها. بصوا بتدنها خضرا ازاي، يعني بتبقى خضرا ازاي اهي. وسامحوني لو الاضاءه وحشه، سامحوني. بس وانا هعمل طبعا معاكم البتنجان المخلل. انا طبعا قليت شويه بتنجان مخلل بس وهعملهم معاكم. ادي شويه البتنجان مخلل اهو، انا قليته وفتحته اهوت، وهعمله معاكم برضو. لسه هعمل التومه بتاعته والحاجه بتاعته. بس نشوف الملوخيه مع بعض. بس طبعا الملوخيه يعني ايه نخلي بالنا منها، والملوخيه مش بتتغطى بالغطا بس، ونخلي بالنا ايه منها بس. وهنشوف بقى هنعمل ايه واوريكم ان شاء الله، شجعوني اكتر. ادي حبايب قلبي الاكل بعد ما خلص اهوت. ادي شوربه لسان العصفور، ادي الفراخ، ادي البطاطس بالصلصه، ادي المخلل اللي عملته معاكم، ادي الرز، ادي الملوخيه. وهوريكم بقى ايه الملوخيه العرق فيها عامل ازاي اهو ما شاء الله. بس وادي طبعا لسان العصفور، وادي حله البطاطس، وادي حله الرز. وشجعوني بقى اكون معاكم على قناه حبيبه، وما تنسونيش في لايك وشير. وده حمزه طبعا اللي واقف. بس شجعوني بقى وايه رايكم، وعلقولي ودوسوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل